هنبدأ فيلمنا مع مجموعة استديوهات لتصوير الأفلام، وبتكون المالكة بتاعتها واحدة اسمها بولينا. وفي يوم بتجيب بنتها نينا معاها وبتقول لها إن ده الورث اللي أخدته من عيلتها. وبتكون الاستديوهات دي بتصور فيها أفلام الحرب وأفلام تاريخية وغيرها. وبتكون نينا مبسوطة وهي بتحضر تصوير فيلم تاريخي مع أمها، وبتكون مبهورة من الممثلين وإنهم بيغيروا لبسهم بسرعة. وبتكون قاعدة نينا مع أمها وبتسألها عن قصة حياتها، فبتبص حواليها وبتقول لها ان حياتها اتغيرت من 18 سنه، كلها عن ماضيها وانها كانت عايشه مع خالتها فارفيرا. وبتقول لها انها كانت بتعذبها وبتعاملها اسوأ معامله، وكانت دايما حبسها في اوضتها ومش بتخرجها منها. وكانت خالتها مش بتكلمها عن ابوها او امها، حتى لما بتسالها ابولينا عنهم كانت بتتوه من الاجابه. وفي يوم بيدخل دايلان ابن خالتها عليها وبيديها صندوق خشب وبيقول لها ان في حاجات خاصه بيها، وبيعرض عليها انهم يبقوا صحاب. بس بولينا بترفض لانها بتفتكر لما كان بيضربها وبيغلس عليها زمان. بس بيسيب لها الصندوق، واول ما بيمشي بتفتح الصندوق وبتشوف فيه صور للاستوديوهات وكمان صورة راجل بس مقطوعة. فبتستنتج ان ممكن يكون ابوها. بس فجأة بتخش خالتها عليها وبتتعصب لما بتشوف الصندوق في ايديها، وبتنده على ابنها دايلا علشان هي طلبت منه ان يحرق الصندوق من زمان. بس بتلحقه بولينا وبتقول لها انها اخدته لما راحت اوضته، فبتاخد الصندوق منها وبترميه في الدفاية علشان تولع فيه. ولما بتخرج بتجري بولينا على الصندوق وبتطلع الصورة قبل ما تتحرق. وتاني يوم بتسمع خالتها وهي بتتكلم مع ابنها وبتقول له انهم لازم يلاقوا حل قبل ما بولينا تكمل 18 سنه. وبنعرف ان ابو بولينا وامها كتبوا لها الاستوديوهات باسمها وانهم عاوزين يخلصوا منها علشان خالتها عاوزه تبيع الاستوديوهات دي وتاخد فلوسهم. وبيقرروا انهم يحطوا السم في تورته عيد ميلادها ال 12. بس بتكون بولينا هربت قبل ما يخلصوا منها، وبتروح على عنوان الاستديوهات اللي شافته في الصندوق. وبنرجع لخالتها واللي بتهزق دايلا علشان ما قفلش الباب عليها، وبتلاقي ورقه مكتوب فيها عنوان الاستديوهات. فبتتصل بسول مدير المكان وبتقول له انه يمسك بولينا علشان ما تعملش مصيبه. وفي نفس الوقت ده بيكون ابو بولينا خرج من السجن واللي بيكون اسمه انتون، وبيكلموا مدير السجن انه ما يعملش مشاكل بره ويبعد عن الاستديوهات وعن بنته. تكون بولينا دخلت الاستوديو واندمجت مع الاطفال اللي هناك، وبتكون فرحانه جدا لانها اول مره تلعب وتشوف اطفال من سنها. بس بتختفي الفرحة لما بتشوف سول جاي علشان يرجعها لخالتها، وبتطلع تجري لحد ما بتخرج بره الاستديو خالص. وبتشوف دايلان هو واصل مع السواق وبتجري منه بولينا لحد ما بتدخل المسرح وبتقفل الباب. وهناك بتشوف هولوجرام لواحد عجوز وبيقول لها انها لو عايزه تعرف الحقيقه يبقى لازم تكمل الصوره اللي معاه. وبتطلع بولينا من المسرح وبتلاقي نفسها في مكان تصوير فيلم حربي. تدخل دبابه من اللي كانوا موجودين وبتلاقي جزء من الصوره اللي معاها متعلقه وسط صور كتير. ولما بتخرج بتشوف ساشا واللي المفروض جندي على الدبابه دي، وبتساله عن الصوره فبيقول لها انه اخدها من ولد اسمه كليو وانه موجود في فصل الموسيقى. وبتروح بولينا هناك وبيقابلها المسؤول عن المكان، فبتقول له انها متاخره على فصل الموسيقى وبياخدها وبيدخلها الفصل. وبتكون مدرسه الفصل مش مهتمه بتاخرها قد ما هي مهتمه انها تعاقب وتتنمر على الطلاب بتوعها. واللي بيحصل بيستفز بولينا جدا ومش بتقدر تستحمله، وبتقوم تكلم المدرسه. وقبل ما تنفعل عليها بيقوم ولد وبيعزف حلو جدا على البيانو وبيلفت انتباه المدرسه، وبيكون هو ده كليو. وبتساله بولينا عن بقيه الصوره فبيقول لها انه بدلها مع واحد مقابل اللبس التنكري اللي هو لابسه، وبيقول لها انها خطر جدا. وبيتفقوا انهم يروحوا سوا. وفي الوقت ده بيكون انتون وصل لبيت فارفيرا علشان ياخد بنته، بس بتقول له بكل برود انها هربت امبارح. فبيسيبها انتون وبيروح للسواق علشان يساله عن مكان بنته، وبيضربه لحد ما بيقول له انها موجوده في الاستديو. فبياخد العربيه وبيروح على طول على هناك. ولما بيوصل بيشوف سول وهو متعصب، فبيحاول سول يهديه ويقول له انهم بيدوروا عليها واول ما يلاقوها هيبلغوه. وبتروح بولينا مع كيليو لصاله الالعاب الرياضيه وبيقابلوا ايفانكا اللي اخدت الصوره من كيليو، وبتكون ادت بقيه الصوره اللي معاها الراجل ضخم بيتمرن معاها واسمه جو ومش بيعرف يتكلم. ولما بيروحوا له بيرفض انه يديهم الصوره غير لو حد هزمه في مباراه. فبتواجهوا ايفانكا وبتكون متقدمه عليه في الاول بس بيديها بوكس بيطيرها. وبتخشوا بولينا علشان تساعدها وبيمسكوه هما الاتنين لحد ما بيجي ساشا وبيساعدهم وبيقدروا يتغلبوا عليه. وبيديهم بقيه الصوره بس بتكون لسه ناقصه، وبياخدوا جو على المستشفى علشان يعالجوه من الاصابات اللي عنده. وهناك بيكتب جو ان الصوره بتفكره بالاميره بنت الملك اللي كان بيحبها وانه جو من الفايكنج. وبتقول له بولينا انها تساعده يوصل لها لو ساعدها. فبياخدهم وبيخش اوضه من اوض المستشفى، وبتطلع من حفره هناك واحده من شعبه وبتقول له ان الملك اتسمم ومحتاج الترياق بسرعه. فبيخرجوا كلهم من المستشفى وبيروحوا للاستديو اللي فيه التجارب العلميه، وبيكلموا العامل انه يعمل ترياق علشان يعالج الملك ويعالج ايفانكا لانها اتحولت لبراد شاي لما كانت بتلعب بالمواد بتاعته. وبيجي يحاول العالم انه يعمل ترياق للاتنين، بس لما بيشربوا ساشا علشان يجربوا بيتقلب لضفدع. فبيقول لهم العالم انه فشل، بس بيدخل كيليو وبيعمل هو الترياق وبيديه لجو، فبيخف من كل الاصابات اللي عنده. وبيرجع ساشا وايفانكا لطبيعتهم
وقبل ما بيمشوا بتسأل العالم عن بقية الصورة، فبياخدها وبيحطها في سائل عنده وبترجع زي الأول. وبتعرف بولينا إن عندها أخ صغير بس مش فاكرة حاجة عنه، وبتقعد لوحدها تفكر في اللي حصل لحد ما بتسمع ديلين وهو قريب منها، فبتهرب منه. بتخش استوديو وبتلاقي نفسها في عالم الفايكنج، وبتروح بتشوفهم وهم بيدوا الملك الترياق وبيرجع لصحته، وبتشكره بنته الأميرة علشان عالجت أبوها ورجعت جوه حبيبها، وبتديها الفرصة إنها تشوف أمها مرة. ولما بتروح وتتكلم معاها بتعرف إن كان عندها أخ صغير وإنه مات مع أمها في حريق الاستوديو، وإن الحادثة دي كانت السبب في إن أبوها يتسجن. علشان كده بعتت لها أخوها علشان يساعدها تعرف الحقيقة وتساعده. وبيطلع أخوها كيليو وبتقول له إنه مش قدامه وقت كبير في عالم الأحياء، وبتخلي بولينا ترجع لعالمها علشان تنقذ أبوها. وبتطلع بولينا على المسرح وبتكون كل الموجودين فاكرينها هتمثل، بس بيجي أبوها وبيحضنها. وبعد كده بتخش فارفيرا ومعاها الشرطة علشان تقبض على أنتون، بس بيظهر الهولوجرام بتاع الراجل العجوز تاني وبيوريهم الحقيقة. وبتطلع إن فارفيرا كانت عاوزة أختها تبيع الاستوديو، ولما رفضت خلت ابنها يولع في الاستوديو، وماتت اختها وابنها في الحريقه قبل ما انتون يلحقهم. واتهمت انتون بقتلهم علشان كده دخل السجن. ولما الشرطه بتشوف الحقيقه بتسيب انتون وبتقبض على فارفيرا وابنها، وبيعيش انتون مع بولينا على طول. وبنرجع لبولين بعد ما حكت قصتها لبنتها نينا، وبتروح نينا علشان تدخل لاول استوديو زي امها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوب،